جسمك محتاج تقوية ومحتاج ان انت تظبط الاجهزة من جوه وتقويها وتقوي المناعة بتاعتك. خليك معانا في التنفس المقلوب. جسمك محتاج ان انت يكون عندك تركيز عالي لدرجة ان احيانا بتقول انا مش بركز، ان انا جسمي بحس ان انا مهما ركزت في التخسيس جسمي ما بينزلش. يبقى انت محتاج تكون معانا في الحلقة دي. محتاج ان انت تهضم بسرعة، وان معدتك من جوه بتحس بتقلصات غير عادية بعد ما بتاكل، وعايز ان انت تظبط المعدة. يبقى انت محتاج ان انت تتعلم التنفس ده. النهارده هنتعلم تنفس جميل جدا اسمه تنفس المقلوب، وان شاء الله يفيدكم وان شاء الله يغير من حياتكم. لو انت بتتابعني على الفيسبوك اعمل لايك واعمل شير. لو بتتابعني على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. انا سعيد جمال، طاقتك جواك. طاقتك جواك سعيد جمال. بداية احنا نبدأ الحلقة بالكلام المعهود بتاعنا، ان احنا لازم يكون عندك شوية حاجات، قواعد بنمشي عليها في حتة التنفس. وهو ان حضرتك اول حاجة لازم تكون فاهم ان انت جسمك زيك بالظبط. زي ما انت بتتخنق وساعات بتحس ان انت متضايق، جسمك بيتضايق برضه. وعشان كده لما تحب تتنفس او تعمل تمرينات تنفس لازم يكون عندك شويه شروط. اول حاجه ان انت تكون قاعد في مكان هادي جدا، ما يكونش فيه ازعاج، او على الاقل بالنسبه لك ما يكونش فيه ازعاج. الحاجه التانيه لابس لبس فضفاض. اللبس ده يساعدك ان انت تكون قاعد هادي مرتخي، حاسس بمنتهى البساطه ان انت سلس في الحركه بتاعتك وبسيط، ومش محتاج ان انت تكون كل شويه تقوم تتحرك كتير او ان انت تحس بالتوتر كتير. ان انت يكون عندك استرخاء من خلال ان انت تكون قاعد هادي، تكون قاعد مطمئن، ما تكونش قاعد ماسك الموبايل مثلا في ايدك وقاعد مستني رنه معينه وانت بتعمل التدريب، او ان انت مثلا تكون قاعد متضايق من اللي جنبك لو انت قاعد في المواصلات وعايز تعمل التدريب، او ان انت قاعد مثلا جنبيك حد خايف ان هو يتريق عليك. لازم تكون قاعد مسترخي ببساطه، شايف ان جسمك يكون كويس. النهارده هنعمل التنفس المقلوب. هنبدا التنفس المقلوب، وقبل ما نبدا التنفس هنبدا نعمل حاجه صغيره كده، وهي تيست صغير على المعده، تيست صغير على طريقه التنفس الطبيعيه بتاعتك. بمنتهى البساطه اللي هتعمله هو ان انت هتحط ايدك على على بطنك من هنا، وهتاخد نفس عادي. شهيق وزفير. بس هتراقب حاجه صغيره بايدك، هتراقب اثناء ما انا باخد الزفير بشوف هل معدتي او جدار المعده بتاعي بيطلع لبره ولا بيخش لجوه، عشان انت هتعمل عكسه تماما اثناء التدريب اللي احنا هنعمله دلوقتي. التدريب ده زي ما قلنا بيساعد، هو بيسموه تدريب التقويه، وهو بيقوي كل انحاء الجسم وخصوصا المعده والمراره والبنكرياس، فبتساعدك كتير جدا ان انت تكون في حاله كويسه وحاله نشاط غير عاديه. فخلينا نبدا. اول حاجه، واحد، طبعا انا بالنسبه لي فانا لاحظت ان الجهاز عندي او جهاز التنفس بتاعي بيخلي جدار المعده بتاعي وقت ما اخد شهيق جدار المعده بتاعي بيطلع لبره، وقت ما اخد زفير الجدار بتاعي بيخش لجوه. وهنا انا عرفت كده الاستراتيجيه بتاعتي. هبدا اتنفس بمنتهى البساطه. انت بتتنفس بالطريقه العاديه جدا، ولكن بتعمل عكس الحجاب الحاجز او عكس استراتيجيه جدار المعده. بمعنى ان انا دلوقتي هاخد زفير، رحت مدخل المعده لجوه. اول ما خدت زفير اعمل او خدت شهيق، اعمل زفير، خرجتها بره. شهيق، زفير، شهيق، زفير. بكون بعمل عكس تماما الطبيعي، عكس التنفس الطبيعي. وده بيساعد كتير جدا ان انت ان انت جسمك يكون متحمل، بيبني فكره العضلات، بيساعد ان التنفس او الاكسجين بيخش في الاورده وفي النخاع وفي جميع انحاء الجسم، بيخليك تكون عندك نشاط وحيويه عاليه جدا. بيخليك كمان مهم جدا للناس اللي حابه تهضم، ان هو بيهضم بسرعه في حته الاكل، او الناس اللي عندها امساك بعد الاكل. ده بيساعد ان بيخلي الامساك يروح بمنتهى البساطه. ولكن هي الفكره كلها ان انت تعرف بمنتهى البساطه، السر هو ان انت تعرف معدتك رايحه فين. فقبل ما تعرف ممكن تعمله وانت نايم، ان انت تحط ايدك على معدتك كده وتاخد شهيق، فتشوف جدار المعده بتاعك بيروح فين لما تاخد شهيق. لو هو بيطلع لبره اعكس على طول، اعكس اثناء التدريب. لو هو بيدخل لجوه اعكسه طلعه بره، وهكذا اثناء التدريب. وزي ما قلنا التدريب ده مهم جدا ومفيد جدا، وكل مره هنحط لكم تنفس بسيط كده يستغلكم. الحلقات بتاعتنا تبقى بسيطه جدا مش طويله بالكتير قوي. يوم ما نطول في حلقه بتبقى مثلا في حدود من 10 دقائق، ده يوم ما نطول فيها كتير جدا عشان نعلمكم. ولكن خلينا نقول ان العلم اللي عندنا ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا مدربين
مدربين وخلينا معلمين عشان يعلمونا، واحنا دلوقتي بننقله ليكم من خلال فيديوهات بسيطه كده عشان تساعدكم. فخلينا نقول التنفس والتقويه من جديد عشان نبدا نستعد ان احنا نعمل فيديو جديد لتنفس تاني. التدريب بمنتهى البساطه او التنفس بمنتهى البساطه ان انا باخد شهيق وبتاكد وزفير وبتاكد لمعدتي. بعد ما اتاكد انا عرفت كسعيد ان انا معدتي جدار المعده بتاعي بيخرج لبره لما باخد شهيق. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شهيق وانا بدخل جدار المعده بتاعي لجوه، وبعد كده اعمل زفير وانا بخرجه لبره. انا ما بزقش بايدي ولكن حاطط ايدي لمجرد اشاره عشان تفهم ان كان بعمل ايه. تمام. نعمل التدريب قد ايه؟ بمنتهى البساطه انت ممكن تعمله. التنفس المقلوب ما بيحتاجش ان انت تعمله كتير جدا، ولكن يكفي ان انت تعمله في الاسبوع مره واحده. وبنعمله في المره الواحده دي نعمله مثلا في حدود 20 دوره او 30 دوره. يعني ايه 30 دوره؟ يعني 30 مره في الاسبوع. طب ليه انا ما بعملوش كتير؟ عشان ما يجهدش جدار المعده ويتعبك بعد كده، وخصوصا الناس اللي هي بتلعب فتنس او بيلعبوا بادي بيلدينج، فعندهم عضلات البطن بتبقى شديده مش شاده شويه او بتبقى بارزه شويه. فانت لو مارسته كتير هيساعدك ان عضلات البطن بتاعتك تبقى احسن. بس ما تعملوش زي غير لما قلنا ان احنا بنعمله كل اسبوع كل اسبوع مره واحده. في الاسبوع بنعمله مثلا ما بين 30 ل 50 عده لو تقدر. ده اقصى حاجه ممكن تعملها. مش هتقدر، ابدا بالحاجه البسيطه، ابدا ب5 عدات، 10 عدات، 20 عده، كل مره زود 5. فتلاقي نفسك بارع جدا في التنفس، وهتلاقي انه مأثر على جسمك وعامل تغيير جذري في جسمك كله، وهتلاقي ان جسمك في حاله غير عاديه. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله تابعونا على القناه وهتلاقوا حلقات جديده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.